السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ معاكم ميرو مختار. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى كده هنعمل حاجة من ضمن تجهيزات رمضان ان شاء الله. رمضان خلاص ما عادش عليه حاجة وهيدخل علينا وهيهل اهوت. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. هنعمل مربى الجزر. قبل كده انا كنت منزلها لكم بطريقة، بس نزلتها لكم مرتين بطريقتين شكل. المرة دي بقى دي الطريقة التالتة هنعملها مع بعض ونشوف وهقول لكم رأيي فيها. معايا هنا ده تقريبا كيلو ونص من البرتقال او كيلو وربع، مش فاكره بالظبط. ومعايا الحله بتاعتي فيها ميه، هملاها ميه كده وهرفعها على النار. طب انت هتعملي ايه؟ انا هسلق البرتقال. دي طريقه انا شفتها على اليوتيوب، قلت اما اجربها كده معاكم وهشوف طعمها ازاي. انا قبل كده عملت الجزر بمكعبات البرتقال من غير ما اسلقها خالص. وقبل كده برضو نزلت لكم الفيديو لمربى الجزر بعصير البرتقال. يعني في فرق بين عصير البرتقال وفي فرق بين البرتقال يكون متقطع كده مكعبات صغيرة واحطها فيها. دي بقى انا بسلق البرتقال وهنشوف هنعملها ازاي. معايا هنا كان قد ايه كيلو ونص من الجزر. انا بصراحة ما لقيتش غير الجزر الصغير ده فجبته وخلاص، لان ده اللي لقيته في وشي بصراحة يعني. فهبشره. عندك المبشرة الكهرباء، يا سلام، ده يبقى عز الطلب. مش هياخد منك 10 دقايق 10 دقايق وانت بتبشري. ما فيش عندك، اعملي زي حالتي كده بالمبشرة واشتغلي وخلي اولادك يشتغلوا معاكي. إيه البشر بقى ده على حسب ما انت حبها ناعمة حبها خشناية. انا بحب تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده قدامكم ده. تبقى ايه الحباية؟ تبقى إيه وسط يعني، لا ناعمة قوي دايبة ولا ولا إيه ولا كبيرة. هنا خلاص بشرت الجزر وهسيبه على جنب. هاجي دلوقتي بقى للبرتقان. انا البرتقان رفعته على النار مجرد دقيقتين تلاتة وطفيت عليه النار، مجرد بس ما انزل المرارة بتاعته. انا مش عايزه البرتقان يستوى مني خالص، لا، مجرد بس ما يستوى كده بس. يستوى ايه؟ مجرد بس ما يغلي بس غلوتين تلاتة، ينزل المرارة بتاعته في قلب المية. هبتدي اشيله من قلب المية زي ما انتوا شايفين كده. شايفين اللون المية عندي اصفر ازاي؟ الصفار ده بتبقى المرارة اللي في قلب البرتقال. طب هتقولك البرتقال كده يعني ايه نظامه؟ استنوا بس معايا للاخر وشوفوا. المية دي خلاص احنا معناش محتاجينها، فده هنرميها بقى وهنشوف بقى هنعمل ايه بالبرتقال. هنا بعد ما الجزر خلاص بشرته، هنزل عليه بكيلو تقريبا يعني كده 2 كيلو الا ربع سكر. هو كل كيلو جزر هياخد نص سكر. احنا مزودين السكر شوية المرة دي بسبب البرتقال. وما تنسيش برضو هتحطي كيلو جزر وكيلو برتقال، يبقى تحط قصادهم كيلو سكر. يعني ال2 كيلو دول هتحط قصادهم كيلو سكر. شوفي بقى انت مستعمله ايه. مستعمله كيلو ونص جزر وكيلو برتقال، احسبي بقى ده وده وحط عليهم السكر. مستعمله كيلو وكيلو، يبقى دول هيبقوا 2 كيلو. ال2 كيلو هياخدوا كيلو. انت بقى تفرزي بقى وتشوفي بقى انت بقى على حسب ما انت بتحبي السكر. عايزه تزودي السكر زياده عن كده شويه شويه صغيرين سيكه كده بس، تمام، زودي. انا هحط السكر وهبتدي اقلبه وهسيبه بس كده 5 دقايق. مجرد بس ما يشرب من السكر بتاعي هتحس ان الجزر منزل الميه. انا هرفعه على طول على النار، مش هسيبه ولا هبيته. مع ان مربى الجزر دي اخدت معايا كذا مرحله، بس مش مهم بقى ان احنا نحكيها لكم. هنا بقى هبتدي اجيب البرتقال معنا اللي احنا سلقناه مع بعض. هبتدي اشيل القاعدة بتاعتها واشيل الحتة اللي فوق دي منها، وهقطع البرتقال لقطع صغيرة. طبعا البرتقال بتاعنا ده ما فيش فيه بذر، لو فيه بذر هتشيلي منه البذر. لو انت عندك بقى الكبة بقى بتاخد مساحة اكبر من البرتقال وتحطيه كده، يعني مثلا تقسمي البرتقال لنصين وتحطيها، تمام. انا الكبة بتاعتي لو عملت فيها كده استحالة هتضر طبعا. فهبتدي كده اقطع البرتقال لقطع صغيرة وحطيها في قلب الكبة واضربيها الناعم. طيب ما فيش عندي كبة لا دي ولا دي، استعملي الخلاط. قطعي لي قطع صغيرة وحطها في قلب الخلاط واضربيها. وعلشان بس تحركها شوية ممكن تضيفي عليها معلقتين 3 مية. شايفين هنا انا حاططها في قلب الكبة وببتدي اضربها كده. انا عايزاها تبقى ناعمة وفي نفس الوقت يبقى فيها قطع من البرتقال.
انا جربت الطريقة دي بجد، ريحتها خطيرة خطيرة خطيرة. تشوفي كده طعم البرتقال، حتى اولادي بيقولوا في حاجة غريبة يا ماما في قلب مربى الجزر، هم اصلا ما يعرفوش ان فيها برتقال. بس هي طعمها حلو، طعمها شوفوا بقى برتقال وجزر مع بعض. شوفي هنا خلاص، شايفين الفرم بتاعنا عايزاه ازاي؟ عايزاه كده. بتدي كمية حلوة معاكي، وبتدي ريحة حلوة اوي وانت بتعملي المربى، وبتدي طعم جميل جدا للمربى. طيب هتقولي انا مش عندي البرتقال ده، ممكن استعمل السفندي. تمام، استعملي السفندي، اي حاجة فيها برتقال وسفندي بتبقى جميلة جدا. وانا قبل كده منزله لكم طريقة كيكة بالبرتقال ضربة البرتقال كله وعاملاها مع بعض. شايفين هنا خلاص المربى بدأت تنزل عند المية ازاي، الجزر مع السكر. هرفع بقى، هقلب كل ده مع بعضه. شايفين هرفع كل ده بقى مع بعضه على النار واسيبها على نار هادية. قعدت معايا بالظبط ساعتين. وممكن لو انت حابة فيها رشة قرفة ورشة قرنفل حطي، عايزة تحطي فيها فانيليا بس حطي. انا بصراحة حطيت رشة فانيليا ورشة قرنفل، انا بحب القرنفل في مربى الجزر. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي وهي بتغلي؟ انا سايباها على نار هادية ومغطياها عشان تستوى معايا، ومهديه عليها النار وسبتها مع نفسها. مجرد بس ما بتغلي كده هنزل عليها بليمونة. الليمون ده مادة حافظة، عايزة تحط ملح ليمون حط ربع معلقة ملح ليمون. هنا عصرت ليمونة، وهقلبها بقى وهسيبها بقى كمان تقعد ساعة على النار. وبعد الساعة بقى كده هنشوف شكلها عامل ازاي. لو كنت وصلت معايا هنا يبقى ما تنسيش يا ريت من اللايك وشير وسبسكرايب للقناة. اللايك بيرفع الفيديو وبيدعمني وبيخلي عندي تحفيز ان انا انزل حاجات جديدة. ولو فيديوهاتي بتعجبكم قولولي في الكومنتات، ويا ريت تقولي انت بتتابعيني منين. ولو عايزين حاجة اللي انا اقدمها لكم، او مثلا عايزين تعرفوا طريقتي في حاجة معينة قولولي وانا انزل لكم طريقتي في حاجة معينة. شايفين هنا المربى بعد ما بردت، دي بصراحة دي كانت تاني يوم يعني، كانت تاني يوم. فاخدتها كده هعبيها بقى في البرطمانات بتاعتي تكون متعقمة حلو. بتعقميها ازاي؟ يا اما تشغلي الفرن وتحطي فيها البرطمانات وتسيبيها ربع ساعة، يا اما مية مغلية بخل وتحطهم فيها تغلي بس دقيقتين كده 3 وتطلعها على فوطة نظيفة. هنا انا بعبي المربى بحيث ان انا ما اسيبش هوا في قلب البرطمان. لو في هوا او في فراغات بين المربى هتعمل عفونة هتبقى مش حلوة بصراحة معانا. فاحنا عايزين نخزنها لرمضان ان شاء الله، او نعملها لسحور رمضان. فايه رأيكم بقى في المربى بتاعتنا والطريقة دي زي ما قلت لكم مياش بتاعتي، انا شايفاها على اليوتيوب لقناة بس بصراحة مش فاكرة قناة مين، فقلت اما اجربها. شايفين؟ وزي ما قلت لكم قبل كده انا منزلكم طريقة مربى الجزر بقطع البرتقال، ومنزله لكم بعصير البرتقال. شايفين الكمية بتاعتنا طلعت قد ايه من المربى، وطعمها جميل وريحتها حلوة جدا. في نهاية الفيديو اتمنى ان هو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش من لايك